السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي قوي. معايا ربع كيلو كنافة انا مفرزاها من قبلها بيوم في الفريزر عشان اكسرها لما تطلع وهي متلجة فتبقى زي ما انتم شايفين كده ناعمة وصغيرة. ومعايا ربع كيلو جلاش برمته على بعض بالطول وقطعته شرايط طولية عشان يبقى زي ما انتم شايفين كده. كوباية سمنة سايحة، 4-5 معالق سكر باودر. زي ما انتم شايفين اهو جبت اللفة برمتها على بعضها وقصقصتها بالمقص شرايط. تنفع ضيوف وتنفع في رمضان. تحلية خفيفة وحلوة جدا ومش مش تقيلة مش دسمة يعني. بصراحة كانت تحفة. خلاص عملتهم اهو شرايط زي ما انتم شايفين. هجيب بقى السمنة وانا مولعة الفرن على درجة حرارة عالية. هحط 4 مغارف تقريبا سمنة وعليهم معلقتين كبار سكر واقلب كل الكلام ده في بعض كويس جدا وادخلها في صينية في الفرن. لو انا حاسة ان السمنة متقلبتش فيها كويس جدا احنا كده كده بعد ما بتخش الفرن وتبدأ تشد شوية بنطلعها كل شوية ونقلبها سواء الكنافة او الجلاش فهيتحمر من كل الجهات كويس ما تقلقيش. تمام. حطيت بقى السكر اهو. انا دلوقتي هعمل طبقات وكل الطبقات هيبقى فيها سكر، فانا بحط السكر اراعي ان انا ما كترش في كل طبقه عشان في الاخر ما تبقاش تقيله او دسمه او الواحد لما يجي ياكل منها يجزع وما يقدرش يكمل الطبق. تمام. خلاص خلطتهم اهو كويس زي ما انتم شايفين. السمنه ما اختلطتش 100% فما فيش مشكله. انا لما هدخلها الفرن واطلعها وابدا اقلب كل شويه هتفرط من بعضها. وادي الصينيه اللي حطيتها فيها ونكرر نفس اللي عملناه بالظبط في الكنافه كمان. انا مش هستخدم سيرم او شربات خالص خالص. بصوا برضو مغرفتين 3 كده سمنه سايحه. الكنافه لو انت جبتيها ومستعجله وعايزه تعملي الوصفه تقدري تقصيها بالمقص زي ما عملنا في الجلاش لو ما عندكيش وقت ان انت تبيتيها في الفريزر. المهم ان هي تبقى ناعمه زي ما انتم شايفين كده. وحطيت برضو معاها السكر، معلقتين كبار سكر، وبرضو قلبتهم كويس جدا ودخلتهم الفرن. انا بدأت بالخطوة دي لان هي بتاخد وقت في الفرن وكل شوية بتطلعي وتقلبي، فيعني بدأت بالخطوة دي على ما نكمل مع بعض بقية الطبقات اللي هنعملها. خلاص في صينية برضو. ونخلي الكنافة مفرودة مش بارتفاع مش متكتلة زي ما انتوا شايفين. لازم افردها عشان تتحمر بسرعة من كل الجوانب، ما تبقاش من جوه بيضة وتتحمر من فوق بسرعة يعني. احاول افردهم على قد ما اقدر. دلوقتي بقى انا معايا ربع كوباية رز مصري عادي بتاعنا مغسول ومنقوع، وفي حلة كده على النار هسيبه مع بعض على نار متوسطة يغلي لحد ما الرز يتهرى ويتعجن ويشرب ميته عشان نعمل الرز بلبن. معايا ايه بقى مقادير الرز بلبن؟ معايا نص كيلو لبن، معلقتين كبار نشا مدوباهم في مية، والفانيليا معلقتين كبار لبن بودرة، ونص كوباية سكر. هنروح على النار بعد ما الرز زي ما انتوا شايفين شرب ميته وتهرى خالص. نبدأ نضيف المكونات واحدة واحدة. اول حاجة هنحطها السكر علشان يدوب بسرعة في حرارة الرز، وبعدين اقدر اضيف بعد كده اللبن الباودر، وممكن لو خايفة يتكتل منك تدوبيه في معلقتين مية زي ما بنعمل النشا بحيث ان هو يدوب. معلقتين مية او لبن طبعا يدوب وبعدين ننزل بيه على الخليط. سامحوني معلش انا بصور بايد وبشتغل بايد فممكن تلاقوا التصوير مهزوز شوية. هنا حطيت نص كيلو اللبن وهو بارد كده دوبت النشا وحطيته هو كمان علشان لو حطيت النشا بعد ما اللبن سخن هيتكتل معايا بسرعة وطعم النشا هيبقى باين في الرز، فانا بحطه مع اللبن على البارد كده علشان ما يتكتلش. دوبت اهو في المية وحطيته او في اللبن برضو براحتك، وقلبته وايدي بقى فيه باستمرار ما سيبوش لحد ما بدأ القوام يتقل زي ما انتوا شايفين. لما تقل وخلاص انا مستنيه يغلي حطيت الفانيليا وطفيت. يعني الفانيليا ما بتتحطش وتتغلى على النار عشان ما تعملش طعم مراره في الاكل. اول ما عمل البابلز زي ما انتوا شايفين من على الجوانب طفيت وحطيت الفانيليا، بس بصراحه ما جاتش لقطه الفانيليا. تمام. وبعدين هحطه في الحاجات اللي هقدم فيها. بحط كميه الرز زي ما انا عايزه، يعني انا لو بحب طعم الرز يبقى ظاهر قوي بحط تلت المج او الكوبايه او اي حاجه هقدم فيها الكاس رز، واسيبه في التلاجة بس شوية كده يشد عشان لما احط عليه بقية الطبقات ما تنزلش جوه الرز، فاديله فرصة ان هو يتماسك في التلاجة شوية. كنت انا بقى هنا قطعت الفاكهة اللي عندي واقدر احط اي حاجة تانية انا عايزاها، والكنافة اتحمرت زي ما انتوا شايفين والجلاش كمان اتحمر.
خلاص كل حاجة عندي جاهزة. الصوص الابيض ده احنا عملناه قبل كده مع بعض في القناة، ده الصوص اللي بنحطه على السينابون رولز. هحط لكم اللينك بتاع الوصفة دي في الكابشن تحت. الفاكهة بقى زي ما انت عايزة. الفاكهة الحمد لله عندنا كتير، رمان، موز، فراولة، ممكن كيوي، ممكن برتقال، ممكن كانتالوب، اي حاجة موجودة في السوق. هنحط بقى الطبقات زي ما احنا بنحب برضو زي الرز كده. انا حطيت الكنافة بالمعقول هنا، حطيت معلقتين كبار كنافة. تمام. وقبل ما احط بقية المكونات حبيت ان انا احط فاكهة وصوص برضو في النص، بحيث ان انتي كل معلقة تاكليها تيجي تحطيها في الطبق وتاكلي منها، انتي بتدوقي من كل حاجة، مش محتاجة ان انتي تلخبطي الطبق على بعضه. حطيت الصوص زي ما انتوا شايفين. نسبة السكر كانت معقولة جدا يا جماعة، والله فعلا ما كانتش عالية، تستحق التجربة. وحطيت شوية فاكهة برضو زي ما انتوا عايزين الفاكهة زي ما قلت لكم. وبعدين احنا ممكن نبدل الفاكهة دي خالص، بلاش فاكهة، ممكن نحط اوريو، ممكن نحط بسكوت لوتس، ممكن نحط نوتيلا، يعني زي ما انتوا عايزين براحتكم خالص. تمام. شوية رمان اهو كمان، بس انا حبيت ان الفاكهة يعني مغذية ومفيدة اكتر بصراحة للولاد. وحطيت بقى شوية الجلاش المحمر دول. وانت ممكن تعملي اكتر من طعم، يعني انت لو متاح بالنسبه لك تعملي اكتر من طعم، انت ممكن تعملي تشكيله، وممكن تعمليها على هيئه تورته كبيره وتقسميها كل جزء منها فاكهه، شوكولاته، لوتس، اوريو، زي ما انت عايزه، واللي محتاج من حاجه ياخدها. وبرضه هتبقى تحليه ظريفه جدا. وممكن تورته سريعه لو مستعجله، مفيش اي مشكله. تقليدي، نخرج بقى عن التقليدي والتورت العاديه. حقيقي اللايرز كلها كانت حلوه وطعمها كان خفيف جدا. حطيت بقية الفاكهة زي ما انتوا شايفين وشوية صوص من على الوش. الوصفة خلصت، ما خدتش اي وقت، والكلفة حقيقي ما كانتش كتير خالص. وبألف هنا والشفا. لو عجبكم الفيديو، انا رندا ودي قناتي، ما تنسونيش في اللايك والشير، ومتشكرة جدا.